السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. في فيديو جديد على قناتكم قناة جو بربر الحلاقة، وفي حلقة جديدة من سلسلة الدروس التعليمية. في هذه الحلقة إن شاء الله ما غاديش يكون درس تعليمي، ولكن غادي يكون درس عن الاير كاندلين أو الشمع الهوبي اللي قمنا بعمل فيديو سابق. كنشكركم بزاف على الملاحظات ديالكم وكذلك الاقتراحات ديالكم. من خلال ذاك الفيديو تلقيت بزاف ديال الانتقادات ديال الناس اللي قال لك ان الشمع الهوبي وهو الا كذبه. لذلك في هذا الفيديو ان شاء الله غادي نعاودوا التجربه، نقوم بحرق الشمع الهوبي داخل اذن شخص اكس، سنسمي هذا الشخص اكس. غادي نقوم بعمل العمليه وشمع هوبي اخر او اير كاندلين اخر سوف نقوم بحرقه خارج الاذن، يعني بطريقه عاديه. سوف نقارن النتيجتين مع بعض، سوف تشاهدون ذلك بأعينكم في هذا الفيديو. لذلك إذا عجبكم الفيديو فجروا زر الاعجاب، بغيت زر الاعجاب يوصل واحد العدد كبير بزاف. كذلك ان شاء الله اللي ما مشتركش يضغط على الزر الاحمر اسفل هذا الفيديو، يقوم بالاشتراك في القناه، كذلك يفعل زر الجرس باش توصلوا كل الفيديوهات الجديده والقادمه باذن الله. كيف كتشوفوا هذا هو الشمع الهوبي، قمت بالاقتناء ديالو من البارافارماسي، موجود عند البارافارماسي، لكن كيبيعوا بلولو يعني 20 وحده بحال هذه ب 400 درهم. لذلك اللي بغى يقتنيه فكيتباع في لي بارافارماسي. وان شاء الله بعد هذه التجربه غتعرفوا نتوما واش غادي تقداو الشمع الهوبي ولا ما يحتاجش. لذلك بقاو معنا وغادي نديروا التجربه معكم وامام عيونكم باش نكتشفوا الحقيقه ديال الشمع الهوبي او الاير كاندلين. الان كيف كتشوفوا هذا هو الشمع الذي سوف نقوم بوضع العمليه، ونقوم بحرق هذا الشمع لحرق الاير كاندلين داخل الاذن. وسوف كما تشاهدون بهذه الطريقة سوف نقوم بعمل الاير كاندلين. بالنسبة لي شخصيا قمت بعمل ريسيرش عن الاير كاندلين في الانترنت، قمت بالبحث. هذا الشمع يسمى شمع الهوبي، يستعمل كثيرا في امريكا اللاتينية، وكذلك مؤخرا اصبح يتداول في اسيا. يقال انه يعادل الضغط الهوائي المتواجد داخل الاذن، كذلك يقوم باستخراج الشوائب المتواجده بالاذن. لذلك سوف نشاهد النتيجه التي سيعطيها لنا هذا الاير كاندلين اثناء حرقه او اشعاله وهو متواجد داخل الاذن، وبعد ذلك اثناء حرقه في يعني في الهواء، يعني بدون وضعه في اي مكان. وسوف نشاهد النتيجه التي سنحصل عليها، هل حقا سيكون نتيجة مختلفة أو تكون نفس النتيجة كما قال بعض الإخوان. لذلك ابقوا معنا، ما تزابيوش، وخليكم دائما على ضغط الإعجاب بالفيديو باش إن شاء الله يوصل أكبر عدد من الناس، ونكتشفوا معا هذه الطريقة واش صالحة أو فقط هي مجرد نصب واحتيال. الآن بعد ما قمنا شاهدون
الآن شوف هذا الاصفرار، شاهدون هذا الاصفرار، سنرى النتيجة. هل حقا هذا الاصفرار ناتج عن حرقه الإيركاندين داخل الأذن، أم فقط نتيجة احتراق هذا الإيركاندين؟ هذا الشمع هنا كما تشاهدون هذا نتيجة ذوبان الشمع، يعني هذا ليس شوائب مستخرجة من الأذن، بالعكس هذا فقط شمع دائب. لكن بخصوص هذا الاصفرار سنرى بعد حرق الإيركاندين بمفرده هل سيعطينا نفس النتيجة أم لا، لذلك ابقوا معنا. والآن سوف نقوم بإشعال الشمع الهوبي ونتركه يحترق بمفرده، وسنرى النتيجة النهائية كيف ستكون. Hold me close till I get up. Time is barely on our side. I don't wanna waste what's left. The storms we chase are leading us, and love is all we'll ever trust. Yeah, no, I don't wanna waste what's left. And on we'll go, through the wastelands, through the highways, till my shadow turns to sun rays. And on we'll go, through the wastelands, through the highways, and on we'll go. الآن سنقوم بإطفاء الإيركاندين وعرض النتيجة أمامكم لنرى النتيجة. إذا الاصفرار متواجد نفس الاصفرار أو أكثر أكثر من الاصفرار الذي وجدناه بالقبل. هذه هي النتيجة، شاهدوا هذه النتيجة وشاهدوا هذه النتيجة. هذه نتيجة الحرق داخل الأذن، وهذه حرق خارج الأذن، نفس النتيجة. أقول لكم نفس النتيجة، يعني لا يوجد أي شيء مستخرج من الأذن. فالإيركاندين صراحة مجرد كذبة أو خدعة لاستنزاف الجيوب. لدي فيديو سابق سوف أقوم بعرضه بطريقة خفيفة بعد هذا الفيديو يوضح ذلك. أشكر الإخوان الذين اقترحوا علي عمل هذه التجربة، إنها صراحة كانت تجربة مفيدة لي شخصيا، وأعتبر أن الإيركاندين هو مجرد خدعة لاستنزاف جيوب الأشخاص، ولا يقوم باستخراج أي شيء. الآن سوف نقوم بإطفائه. وسوف نشاهد النتيجة. النتيجة هل ستكون نفسها أم ستكون مغايرة؟ تشاهدون أن النتيجة نفسها صراحة.
أنا مفاجئ للغاية. يعني هذه فقط خدعة للنصب، أجل أن يقوموا بالنصب علينا كما تشاهدون. هذا الإيركاندلين الذي وضعناه قمنا بحرقه بدون وضعه في الأذن. شاهدوا النتيجة، شاهدوا نفس الشيء الذي تكلمت عنه سابقا. هذا فقط شمع الذي يذوب، ولكن النتيجة هي نفسه. إذا أحبابي كما شاهدتم قمنا بهذه التجربة بتجربة الأولى صورتها اليوم، والأخرى صورتها قبل ذلك بيومين. النتيجة كانت ذاتها، يعني الإيركاندين يعطي نفس النتيجة ونفس الاصفرار. صراحة في أول فيديو كنت قمت بعمله سابقا دهشت من النتيجة، وظننت أن ذلك الاصفرار تم استخراجه من الأذن بطريقة الحرق أو بطريقة فيزيائية، لكن تبين لي أن ذلك الاصفرار هو فقط نتيجة احتراق الشمع الهوبي، يعطي ذلك اللون الأصفر. يعني بدون أن تنخدعوا من المظاهر وبدون أن تنخدعوا من الفيديوهات التي تشاهدونها سواء أمريكا اللاتينية أو آسيا، فالشمع الهوبي ما هو إلا مجرد خدعة لاستنزاف جيوب الناس. أتمنى إن شاء الله أن تفجروا هذا الفيديو باللايك وبالبارتاج ليصل إلى أبعد مدى ويصل إلى أكبر عدد من الناس، لكي لا ينخدعوا بهذه التجربة ويتأكدوا أن الشمع الهوبي ما هو إلا خدعة. بعد ذلك سوف نمر إلى تجربة فيديوهات أخرى وتجربة أشياء أخرى. نتمنى تدعمونا بالبارتاج لهذا الفيديو، كذلك تفعيل زر الإعجاب والاشتراك بالقناة وتفعيل زر الجرس باش توصلوا بكل الفيديوهات الجديدة والقادمة. انتظروا تجربة جديدة سوف أقوم بعملها في القريب العاجل إن شاء الله. دمتم في رعاية الله وحفظه. كان معكم الحلاق جواد. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.